يا مدلل. هي حدوته انت ما تعرفهاش. الباشا الكبير شيخ المؤلفين محمد يونس القاضي، الراجل ده بقى ما كانش مؤلف عادي، ده كان جوكر، صحفي، كاتب وملحن كمان، واللي كان بيكتب اغاني من التراث الاصيل اللي لسه عايش لحد النهارده، زي مثلا زوروني كل سنه مره، ودي اللي بنغنيها في كل المناسبات. ده هو كمان اللي اقنع الحاج ابو كوكب الشرق ان بنته تغني وتقف على المسرح. الفتره دي كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي اللي كان ساعتها بيلعب لعبه مش حلوه، وكانوا عايزين ساعتها يعملوا فتنه طائفيه بين المسلمين والمسيحيين، وطبعا كانوا بيعملوا كده عشان يفرقوا الشعب وما يقدروش يقفوا ضدهم. لكن الشعب كان اذكى كتير جدا من اللعبه دي، وكان واعي جدا للي بيحصل. المهم ان الراجل ده كان بيتحبس كتير قوي، اتحبس بتاع 20 مره مثلا، وكل ما يعمل اغنيه تضرب في الاحتلال يروح السجن. طب تهمتك ايه يا حاج؟ والله يا ابني عملت كام اغنيه كده ضد حبايبنا الانجليز. وقبل 1919 بحبه صغننين اعتقلوه، ووكيل النيابه ساعتها كان نجيب باشا، قام ماسكه ساعتها من الجبه والقفطان بتوعه كده وقال له بدل ما تطالبوا يا حبيبي بالخروج من بلدكم وبدل الكلام الفاضي اللي انت بتكتبه ده، دور يا حبيبي ازاي تصنع الجبه والقفطان بتوعك دول في بلدك الاول. القاضي ما عجبوش الكلام وحس باهانه كبيره، وقام قايل تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ما هوش في ايدنا، مالكش حق تلوم عليا. وخرج بعدها بحبه صغيرين ولحنها طبعا سيد درويش، وساعتها بقت اغنيه الشعب في 1919 للتحدي والفخر الوطني. كل الناس ساعتها كانت بتغنيها في المظاهرات وفي الشوارع. في النسخه الاصليه من الاغنيه كان في كوبليه بيقول سعدك اصيل والخصم عايب، وسعدك ده طبعا كان الزعيم سعد زغلول، وبعدها اتحولت لشعبك اصيل عشان الرقابه يعني وكده. خلصت حلوه.